وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يرى كما شاء متى شاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه المأثور الصحيح الثابت يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. شيء عظيم. وذاك أهل البدع يستهزئون ويسخرون. قلت تلذذ، تشوف والله تتلذذ، ايش معشوقة عشان تتلذذ؟ محروم هو، خبيث هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك وأسألك لذة النظر، وهذا يقول ايش؟ انت شايف معشوقة ولا شنو شايف حتى؟ لا، بل هذا أعظم ما يعطى أهل الجنة أن يرون الله عز وجل. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني وأزيد من الحسنى اللي هي الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. قال: إنكم سترون ربكم، يقول عليه الصادق المصدوق صلوات ربي السلام عليه: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب، كما ترون الشمس ليس دونه سحاب. فهذه عقيدة، هذا إيمان. ولذلك أهل السنة نصوا: الذي ينكر رؤية الله كافر، لأنه كذب الله ورسوله. هذا مما تواتر، ليس فيه حديث أو حديثان، أحاديث وأجمع على الصحابة، وهو نصوص في القرآن. قبل هذا نصوص في القرآن، ومع ذلك ينكرون هذا والعياذ بالله.